لو كل حاجة في حياتك أولوية يبقى ولا حاجة فيهم أولوية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الوعي، ودلوقتي جه الوقت ان احنا نحول الوعي ده لخطة واضحة، وهي الإدارة. والإدارة هنا معناها 3 خطوات. أول خطوة، حددي نوع مرحلتك. هل انت عندك حدث مفصلي دلوقتي؟ امتحانات مثلا، شغل، في بيبي جديد، ضغط مادي؟ لو الإجابة يبقى انت عندك كرسي اسمه كرسي المرحلة، وده ياخد الجزء الأكبر من تركيزك وجهدك مؤقتا. طيب لو مفيش حدث مفصلي، يبقى تاني خطوة وهي انك ما ترجعيش تقعدي على كل الكراسي بنفس القوة. هنختار اتجاه واحد ننمو فيه، لان عقلنا ما يقدرش يركز بعمق في اكتر من اتجاه في نفس الوقت. ممكن تعملي مهام كتير لكن التركيز ما بيتقسمش للأسف. تالت نقطة ودي المفصلية جدا، وهي اقبلي الكفاف في الباقي. مش كل حاجة هتبقى 100%، مش كل دور هيبقى هو واخد الفول مارك في حياتك. في أدوار هتبقى ثانوية وفي أدوار هتبقى أولوية. وخلينا نأكد ان ده مش تقصير، ده توزيع ذكي لجهدنا. الإدارة مش انك تشتغلي أقل، الإدارة انك تمنعي نفسك من التشتت. قوليلي، عندك كرسي مرحلة دلوقتي ولا مرحلة اختيار؟ وانتظرونا المرة الجاية ان شاء الله.